مفاجأة من عيار الثقيل: رفع المعاشات ومنح المتقاعدين 2025 في الجزائر. تفاصيل الزيادات والآليات الاستعلامات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفع المعاشات ومنح المتقاعدين 2025 بالجزائر. أصدر الرئيس الجزائري قرارا يرفع المعاشات. خلينا نضرب بالدارجة خير باش يرفع المنحة تاع المتقاعدين المعاشات تاعهم خلال هذا العام 2025 في خطوة تهدف في إلى الدعم الفئات المحدودة وتحسين قدراتهم الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. ويعكس هذه الأجواء التزام الحكومة بالسياسة الاجتماعية تضع مصلحة الكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في المقدمة والأولويات عبر الزيادات الملموسة في الأجور المتقاعدية وتسهيل إجراءات استعلامات عنها إلكترونية. رفع معاشات ومنح المتقاعدين 2025 في الجزائر وضمان العدالة الاجتماعية. يمثل رفع المعاشات ومنح المتقاعدين لعام 2025 محطة مهمة في مسار الإصلاحيات الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر، حيث يسهم مباشرة في تحسين مستوى معيشة الكبار، تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين مختلف فئات المجتمع، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. شمل قرار زيادات جميع المتفاعلين المنتفعين يعني المنتفعين اللي راح ينتفعوا بالصندوق الوطني للتقاعد كناس، يعني من المتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى الأرامل واليتامى، حيث جاءت نسب الرفع كما يلي: المتقاعدون المدنيون الزيادة تتراوح بين 10% و 15% بناء على مستوى الدخل الشهري لكل متقاعد. ثانيا، المتقاعدون العسكريون ارتفاع نسبته من بين 7% إلى 10% وفقا إلى الرتبة وعدد سنوات الخدمة. ثالثا، أصحاب المعاشات الأدنى رفع الحد الأدنى من 15,000 دينار جزائري إلى 20,000، اللي يدو 1.5 مليون يدو 2 ملايين. لمن الأدنى السابق تهدف هذه الفئات إلى تحقيق إنصاف أكبر وتوزيع الموارد بشكل يعكس احتياجات كل أصحاب الفئة الخاصة، أصحاب المعاشات الضعيفة الذين يعانون من ضغوط مالية يومية. هذا هو الفيديو تاع اليوم. صافي معاشات بعد التطبيق الخصوصات الضريبة، يعني إن شاء الله حتى ضريبة راهي تكون ما كانش. هذا هو الفيديو تاع اليوم، إن شاء الله نكون أفدتكم ولو بالقليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.